السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. عاشور أنا أتابع أيضا بهاشتاج، حيث يتصدر منذ أيام في الجزائر وسم من صوتيش أو لن أصوت قائمة التغريدات في تويتر. يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر. ركزت أغلب التغريدات على بعد النخبة السياسية من المواطنين وانشغالهم بتأمين مصالحهم، بينما يحتاجون صوت المواطن أثناء الانتخابات فقط. يتنافس 35 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة في الانتخابات التشريعية. وجاء وسم منصوطيش من مقطع نشره ناشط جزائري على يوتيوب حقق أكثر من 2 مشاهدة خلال يومين. الفيديو يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 4 مايو الجاري، وتقمص فيه الناشط أدوار شرائح عديدة من المجتمع الجزائري تعاني من التهميش وتدني القدرة المعيشية. علاش غير كي يقرب الفوت اللي تحبي تسمعي الصوت؟ نسمعك صوتي والله ما نصوتي، ما نصوتيش، ما نقدرش نصوتي. شوفي حالتي راني في لوطي، ما نصوتيش. انت كي نمرض ما تداوينيش. باش تبني لنا سبيطار بنيتي لنا جامع ب200 مليار. ما نصوتيش وقولي عليا جاهل. ايه جاهل، انت ما قريتينيش. قرايه باطل بصح نيفو با. لا بروف ولادهم كامل يقراو لابا. ما نصوتيش، راني بردان وما غطيتينيش. من 2001 وانا نحلم بهذيك الدار، تعطيها لي كي نموت كيما مايدي طرودار. ما نصوتيش، 400,000 في الشهر ما تكفينيش. ما نصوتيش، فارماسيان ندوموندي حقي ما تضربونيش. ما نصوتيش، بوليس كي نخدم رجلو ما تفيكتيونيش. ما نصوتيش، بير دو فامي والشهريه ما تكفيش. صوت شبابي في الجزائر. وفي رد على هذا الصوت وغيره من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى إن دعاة هذه المقاطع لا يمثلون إلا أنفسهم، وإنهم يبثون الكذب والريبة على حد قوله. حملة شعواء نجدها في مواقع التواصل الاجتماعي. واحد يقول ما نصوتيش ولا لا صوته، الآخر يستهزأ بالرسالة وبأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد يبث الكذب والريبة ويقسم بالله إنه لصادق. الجزائريون تفاعلوا مع وسم لن أصوت، وتباينت آراؤهم بين مؤيد للفكرة ورافض لها. سارة عبد السلام تساءلت في تغريدة لها: كيف ننتخب أشخاصا لا نراهم إلا مرة واحدة كل 5 سنوات، لا لانتخاب مخربو البلاد؟ قالت. من جهتها انتقدت شهد هذه الحملة وقالت: يكفي حملات لتوجيه الرأي العام إلى ما لا يعرف عقباه ولعب دور الوصاية على العقول. الشعب ليس بقاصر وله كل الحرية في الانتخابات، من عدمه ما نصوتيش. مغرد آخر كتب في الحملات الانتخابية: لا ترى سوى اللصوص والمسبوقين قضائيا في فساد مالي وسرقة المال العام على رأس القوائم. يا بلادي الجزائر. أخيرا قالت مايا في تعليق لها على الهاشتاج: الحملة الانتخابية التي قادها البرلمانيون لأكثر من 4 أشهر دمرها، تذكر اسم الشخص الذي سمعنا هذا المقطع له ما تصوتيش، في 4 دقائق. عن أي مقارنة أتحدث؟ فصوت الحق دائما يطغى. طيب، في موضوعنا الثاني الآن، شهدت المنصات المصرية تفاعلا على هاشتاج